حبايبي الزملكاوية، يا رب دايما بخير ويا رب دايما في أحسن حال، يا رب دايما متجمعين على حب الزمالك. النهاردة ببساطة شديدة جدا، احنا عارفين مفيش أحداث في الكورة ومنتخب ومش منتخب والكلام ده أنا هتكلم فيه في الآخر. أنا بتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو إيه سر الحملة اللي على رئيس نادي الزمالك. لما تبص تلاقي كله فجأة وفي وقت واحد وفي كله نفس الكلام اللي بيتقال. يطلع حد هارب، رئيس نادي مرتضى منصور، واصل مش عارفه بعد قمه ايه هيحصل فيه ايه وهيتقبض عليه وهيتحط، واصل زهقوا، اصله بيهدد الدوله. تخيل ان لما شخص كاره لمصر وهو اللي بيهاجم الدولة وبيهاجم المؤسسات بتاعة الدولة، واتهم الدولة بيعمل فتنة وتعصب بين الجماهير، وهو اللي بيقول الدولة متزملكة والدولة كلها زمالك والمخرجين زمالك والشركة الراعية زمالك والشركة المتحدة زمالك ومش عارفة الحكام زمالك ورئيس الدولة مع احترامي للجميع زمالك ورئيس الوزراء زمالك ووزير مش عارفة ايه. وهذا الشخص وبقدرة قادر يصبح أيقونة لجماهير معينة، وبقت في صفحات باسمه، كلنا فلان الفلاني محبي فلان الفلاني. ويطلع اللي يخليك تستغرب انه يطلع واحد من اللي بيقدم برنامج في القناة بتاعت النادي المنافس ده، وفي نفس الوقت هو صحفي في جريدة قومية، يطلع يتغزل في فيديو على صفحته بهذا الشخص ويبقى سعيد جدا وهو بيقول ان ده صديقي وان احنا طول عمرنا اصحاب وانا يشرفني معرفته واصله ده محب للنادي تخيل ان كل ده وفي الاخر يقول لك اصل رئيس نادي الزمالك بيهاجم الدولة والدولة لازم تاخد موقف وازاي. ويطلع انتوا عارفين في شخص كده فجأة كان زملكاوي لاعب سابق، وانت عارف بالظبط فجأة تحول، وده ما يخصناش ولا كان يفرق معانا انه يبقى زملكاوي، بس اللي هو عارف الخطة اللي هو ايه. فلان الفلاني دلوقتي ما فيش شغل، هو محتاج ان احنا يبقى معاه، محتاج انه حد يبقى فيه شغل، يبقى فيه حاجة. طب نجيب ايه شغلتك؟ تطلع تهاجم، تطلع تشتم، تطلع تعمل، فيجيب فيديوهات مقتطفة من حوار رئيس نادي الزمالك ويقول لك بصوا ده بيهاجم المؤسسات الدولة ده، وانت مش متعصب؟ هو انت ما بتصيرش فتنة بين الجماهير؟ هو انت لما تطلع تقول لجماهير النادي اللي انت دلوقتي عامل نفسك منتمي ليه ايوه بقى ادوهم فوق دماغهم، ايوه بقى عشان دول يستاهلوا، ايوه بقى اصل قولوا لهم ما اعرفش ايه، اصل دول يستاهلوا ان هم اتغلبوا، ادوهم كمان وكمان، اصل دول مش عارفه عايزين يفوقوا، واوعى لنفسك يا اللي مش عارف مين بتهاجم رئيس نادي الزمالك فجماهير نادي الزمالك تتضايق. فجاه تخلي كل الناس اللي اصلا بتثير تعصب وفتنه بقت بتتكلم وتقول الدوله. طب حد قال للشخص اللي هارب ده اللي عمال يألف قصص من الخيال وابتدى يقول لك ايه ده مطلب شعبي؟ فانت خد بالك، مطلب شعبي دي رسالة علشان الكل يطلع يقول نفس الكلام، انقذونا ارحمونا، والناس دي بتتشتم. وبعدين يطلع عضو مجلس إدارة من عندهم، كان الوزير تركي قبل كده منزل بوستات وقتها بإهانة مباشرة باسمه وإهانة، ومحدش قدر يتكلم ومحدش قدر يقول له انت بتعمل ايه. هي الخطة ايه؟ الخطة ان انا احاول نبقى كلنا، وده اللي انا كنت بتكلم عليه في السوشيال ميديا الزملكاوية، انتوا ما تركزوش على القضية لمدة 24 ساعة، انت بتتكلم عن الحجز وبعد كده تخش في قصص تانية. فلان عامل مشكلة، اصل فلان ما بيكلمش فلان، اصل فلان زعلان من فلان، اصل فين المذيع الفلاني، اصل مين مش جاي، اصل مين جاي، وبتترك قضيتك الاهم. الاهم انا مستغربة ان الناس اللي كانت بتهاجم وبتثير الفتنة والتعصب وبيانات، النهارده طلع بيان لن نتعامل مع شركه بتاعه القناه، بيان تاني لن نتعامل مع المخرجين اصلهم مش منصفين، لن نتعامل مع مش عارفه مع اتحاد الكوره لانه غير منصف، لن نتعامل. هو كل ده مش اثاره وفتنه وتعصب لجمهور بيكرر نفس كلامك؟ انت هتلاقيهم بنفس الكلام، وتخش بقى جروبات
مكتوبه مثلا كلنا، يعني كنت بقول لك بدخل في جروبات سياسيه بتدافع عن الدوله، فجاه الاقيهم كانوا كاتبين ازاي انت كاتب مثلا كلنا الجيش ومش عارفه وايه، وكاتب رئيس الدوله زملكاوي، رئيس مش عارفه، تبص تلاقي كل الجروبات بقى اجتماعيه وسياسيه ورياضيه وفنيه مقمحين ويقحموا موضوع نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك. مين اللي قال، مين اللي سامح بده؟ مين اللي سامح ان الناس كانت بتثير فتنه؟ احنا في جماهير ما كانتش بتحيي العلم. انتوا بتتكلموا على رئيس نادي الزمالك اللي في وقت كانت مصر في منتهى الوقت الحرج اللي محتاج وقفه، كنا بنقعد نسمع هو وبعض الناس اللي كانوا بيظهروا في القنوات وبتاع، انزلوا روحوا 30/6 و في الوقت، مع احترامي وفي وجود ويروح اعتصام القضاة ويروح مش عارف ايه، في الوقت اللي كان النادي المنافس في قناته بيحتفل بعيد ميلاد حسن البنا. فقرة كده انا فاكراها للصحفي ياسر ايوب، فقرة هي احتفال بعيد ميلاد حسن البنا، ان هو اللي اسس الرياضة وان هو اللي فكر في الرياضة وان هو اللي عمل كرة القدم. معقولة؟ هو احنا وصل بينا الحال انكم بتحاولوا تعملوا، انتوا عارفين يا جماعه هو مش المقصود رئيس نادي الزمالك، اوعوا تفتكروا ان المقصود رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، لا، المقصود الزمالك. هو احنا هيبقى فيه مجلس بيجيب صفقات وبيجيب تدعيمات وبينافس وبيحارب وبيحاول يعمل هنا وبيرفض عقود رعايه بملاليم؟ ازاي ده كانت اي مجلس اداره بيوافق على اي عقد رعايه. اوعى تفتكر ان المقصود شخص، المقصود هدم الزمالك. احنا فاكرين لما كان كابتن حسن لبيب موجود، طب ما هو بعت تهنئه للنادي لما جه كسب بطوله، ولما انت جيت كسبت الدوري ما بعتوش تهنئه لنادي الزمالك، وساعتها الراجل قال انا مش هعاتب ما بعتوش، قالوا حتى ما قالوش، ما كانوش بيقولوا كابتن حسين لبيب او رئيس مجلس، لا لا لا، كانوش بيقولوا حاجه. اوعى تفتكر المقصود شخص، واصل عشان مستشار مرتضى بيطلع يجيب، مقصود الزمالك. هم عايزينك واقع، هم عايزين نادي واحد وبس. بس اوعى تفتكر المقصود. ولما جت بطولة اليد اللي النادي المنافس مش مشترك فيها، يتم دعوة رئيس نادي المنافس وصديقه حسن حمدي وما يدعيش رئيس النادي اللي النادي بتاعه مشترك في البطولة. فاوعى يخيل لك عقلك ويوجهك اصل احنا بنعمل كده، اصل الفاظ والكلام وحرام وتهديد. بتخاف على الدوله ما كنتش اثرت فتنه، بتخاف على الدوله ما كنتش عملت كده، بتخاف على الدوله ما كنتش خليت جمهورك يتنمر على لاعب، لو بتخاف على الدوله ما كنتش تخلي جمهورك يشتم اشخاص بعينها كل ماتش، لو بتخاف على الدوله كنت لما حد يصير فتنه تقول لا احنا نادي. انا ما سمعتكوش مره اتكلمت في قناتكم عن نادي الزمالك او قلتوا بنهني نادي الزمالك ببطوله او شكرا، لا انت طول الوقت انت بتهاجم نادي الزمالك في الوقت اللي القناه عندنا مبروك للنادي كذا، جماهيره ناس جماهير كويسه وواعيه ومحترمه وملهاش دعوه انت عمرك ما عملت ده. فبقى نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك اللي بيثير الفتنه. رئيس نادي الزمالك اللي رغم الحجز على النادي وعنده موظفين بالمئات مش قادرين ياخدوا فلوس، وكل واحد فيهم فاتح بيت ومسؤول، ورئيس نادي الزمالك يتصرف يديهم مرتباتهم عشان الناس دي ما تتضايقش. هو النهارده تقول لك اصله بيهدد بعمال النادي. لو بيهدد بعمال النادي مش هيقبضهم. هو لو بيهدد عمال النادي مش بيقبضهم. مش احنا اللي كنا بنقول الجماهير مش هتسكت؟ انتوا ياما كلكم بمذيعينكم في القناه، جماهير النادي لن تسمح باللي يحدث، جماهير لن تسمح باللي يحدث. مش احنا اللي بنعمل كده، مش احنا على مدار الوقت كله، مش احنا. فما تجيش النهارده بقت القصه والخطه احنا ازاي نقضي عليه. يلا بقى رئيس نادي الزمالك بيهدد الدوله، رئيس نادي الزمالك مش عارفه بيعمل ايه، رئيس نادي الزمالك عايز الدوله تقع، رئيس نادي الزمالك بيقول انا هعمل واسوي ويا بلد مش عارفه ايه. هو ايه يا جماعه؟ هو ببساطه شديده جدا لو في عداله، احنا لا اتهمنا قبل كده في الوقت اللي انتوا اتهمتوا فيه الشركه اللي هي المتحده
هو قال انا مستمر معاها لانها شركه كويسه وناسها محترمين الوقت اللي قلت حكام هو قال انا الحكام ومع الحكام. الوقت اللي كنتوا بتهاجموا مش عارفه اتحاد الكوره بيقول لك انا مع اتحاد الكوره. مين في الناحيتين اللي بيعمل؟ مين اللي بيقنع جمهوره انه مظلوم وانه خسر البطولات لانه مضطهد وانه خسر البطولات لان الدوله متزملكه وانه خسر البطولات لانه مين اللي بيعمل كده؟ احنا. رئيس نادي الزمالك هو اللي بيقول كده؟ مش هو اللي بيقول كده، ده دائما وابدا بيقول انا مع البلد، انا كذا انا كذا. والنهارده لما يجي يطلع يقول ازاي شركه راعيه، انا مع احترامي، فين العداله؟ ما هو النهارده لو الشركه الراعيه بتدي النادي، حضرتك ده قطبي الكوره، قطبي الكوره في الوطن العربي، في الوطن العربي، لما ده ما يبقاش متساوي مع ده، لا ما تقوليش اصل ده خد بطولات طايره ويد وباسكت، واخد كاس ودوري، وما تدروش حق رعايه، والفريق اللي خسران افريقيا ودوري وكاس تديله اكتر. طب ما هو هنا لازم اقول تساؤلات ليه؟ ليه؟ يعني ايه السبب؟ عشان خاطر ايه؟ لما النهارده يجي مذيع يطلع في القناه يقول حاجه يتعاقب ويتحاسب، هناك المذيعين 24 ساعه بيقطعوا بيتريقوا، محدش بيعاقبهم ولا بيقول لهم اقعدوا. مدير كوره كل ماتش يزعق ويتخانق ما ياخدش عقوبه ويتعاقب انه يبقى بره وينزل الملعب برضه، في الوقت اللي اي لاعب في اي حته تانية يعمل بس كده ولا يعمل اتطرد اتوقف اتعمل. امام عاشور اصل ده هيص في اوضه اللبس، اصل كان في كاميرات في اوضه اللبس، انت كمان مبسوط وبتحتفل في اوضه اللبس، وقف 8 ماتشات. مش عارف شيكابالا رايح عشان عايز يدخل العائلات والناس يحتفلوا بالدوري، لا هتتوقف 4 شهور. هو فين ده؟ هو ليه مفيش عداله؟ انا ليه اكون الزمالك يستحق؟ الزمالك كان اصلا وهم عارفين ومتاكدين نادي القرن، قرفنا لوايح، اصل ما بقتش بالبطولات، بقت بالعدد المشاركه، انك بتشارك وما بتكسبش، هو ده اللي تاخد عليه نادي القرن. لكن انت كسبت مش مشكله، 9 مين يا عم؟ السبعه احسن. ابقى طالع دوري واخش بتاعه بطل افريقيا، بطوله ابطال دوري، انت مش طالع تاني حتى، يعني انت تلعب مفروض كونفدراليه ولا يلعب اي حاجه، لا تلعب بطوله افريقيا. سوبر انت مش مشترك، لا هتلعب سوبر. في اليد لا انت بطل دوري ولا كاس ولا وصيف، لا هنعمل لك بطوله. يعني طب ليه انتوا مش عايزين؟ رئيس نادي الزمالك بيطلع يتكلم بلسان جماهيره، ما انا النهارده لو رئيس نادي الزمالك مش بيتكلم بلسان جماهيره وجمعيته العموميه، يبقى هو ليه موجود؟ نقعد ساكتين؟ يقعد ساكت، مفيش عقود رعايه غير هو ده، حاضر. انت مش الفرقه المنافسه هتلعب غصب عنها معاك وانت وافق، هو كده حاضر. هو القناه بتاعتك هيتحاسب ولا هيقول بما هيتحاسب، حاضر. ده مين ده؟ ده فين ده؟ ايه كميه الهجوم والتخطيط؟ وازاي الشخص ده فيديوهاته بتنزل بكل صوره؟ وازاي يتعمل صفحات باسمه؟ ازاي تتعمل صفحات يتكتب كلنا علاء كاذب، محبي ورابطة عائل؟ ازاي؟ مين هنا اللي صح ومين اللي غلط؟ يعني ايه يطلع يقول اصل بعد المؤتمر مش عارفة بتاع ايه والدولة هتمسكه، ده مطلب شعبي مش بس من جماهير؟ ده ايه يا جماعة؟ ده بقى يتحكم في الجماهير دي؟ ده اللي بيتقال هنا بيتقال، هو يعرف الحاجات دي منين؟ وحضرته قاعد معانا مثلا في البلد، ولا هو الراجل ده هيخطط لمصايب؟ ليه بيعمل فتنه؟ ما هو النهارده انا كجمهور زمالك، الراجل ده بيقول الكلام ده ازاي؟ وابتدى مش عارفه مين ابو توكا يطلع يقول ايه، وكلكم بتخافوا على مصر لكن كلكم مش بتثيروا الفتنه، التنمر مش اثاره فتنه، الشتيمه مش اثاره فتنه. وبص بقى، في صحفي محترم تطلعوا تهاجموا خالد الغندور يطلع يقول وبيذيع عندكم هو ده كشري ايه ولا كشري مش عارفه ايه ولا عشان ماتش امبي ده يا ابني، ده احنا خدنا منه الكاس، ده طلعك في يوم من الايام، ده انت مره طلعت من الكاس على ايد المقاولين العرب اللي ما كانش بيلعب دوري ممتاز. هو انتوا عايزين ايه؟ انتوا ازاي متشعبين كده فعلا؟ انتوا ازاي كده؟ ازاي بتحركوا سوشيال ميديا، وازاي بتحركوا صفحات سياسيه، وازاي هذا الشخص الكائن بعيد اللي كاره لمصر بيتهم الدوله ومؤسساتها بقى كلامه صح، وبتطلعوا تقولوا نفس الكلام؟ لمصلحه مين؟ لمصلحه مين هدم الزمالك؟ مين اللي بيهدد
الانسان اللي بيهدد بالجماهير ولا بيهدد بالعمال ما كانش قبضهم، انا ما معيش. وكان كمان قال للجماهير انا ما معيش فلوس اجيب صفقات، والله هي كده البلد، انا ما معيش، والراجل حاجز علينا. كان الجمهور صارت والعمال نزلت عملت، لكن ده منع ده. صفقات هجيب لكم صفقات، مرتبات هدفع مرتبات، مباريات بتلعب وناشئين وصفقات حاضر. يبقى ده بيصير فتنه. اللي بيصير فتنه يقول لهم انا مش هقدر، يحط بقى العقده في المنشار ويقول للجماهير والله بقى منكم، وشوفوا بقى انا مش قادر اعمل حاجه ومش هعرف اجيب صفقات، مفيش فلوس، ماليش دعوه بقى، القيد فتح القيد قفل، انا ماليش دعوه. وقال للعمال والله يا جماعه الموضوع مش في ايدي، دي قضايا، اقعدوا بقى كده من غير فلوس، انزلوا بقى اعملوا. هو ده اللي بيصير فتنه، مش اللي بيحل المشكله. احنا مش هنسمح لواحد عايش بره هارب يتحكم في جماهير الرياضه في مصر، ومفروض محدش يسمح بده، ومفروض محدش يكرر كلامه، ومفروض كل واحد بيطلع يقول اصله لازم يحصل فيه ويعمل فيه. يا اخي حاسب نفسك الاول. جماهير الزمالك تعبت من انها عايشه حياتها كلها في مشاكل، تعبت ان كل ما الزمالك يطلع لفوق لازم يبقى فيه عراقيل. دي الخطه، ده عمال يقول خطه وهيمشي، وبعدين تيجي لجنه، وبعدين يدعو الانتخابات، وبعدين يجي معرفش مين، وبعدين يمشي مين. ايه ده؟ ليه هو الزمالك مكتوب عليه كده؟ احنا امتى نفرح وامتى احنا بناخد البطولات بتنكدوا علينا؟ انا عايز اعرف ايه سر الفتره دي، وده يرفع قضيه وده ما يرفعش قضيه، وده بيشتكي وده بيعمل. ولو تشوف الناس اللي بتقول اصله بيشتم، لو تسمع الالفاظ وتخش تشوف التعليقات تذهل. منين انت بتقول مش عاجبك الكلام وازاي؟ ومنين انت مهما اقول لك الوقاحه في التعليقات؟ احنا مش هنسمح الزمالك يحصل له كده تاني، لا بزعيق ولا بخبط. ما احنا جمهور الزمالك مش كده، بس مش هنفضل الزمالك يقع ويجي له اقل عقود رعايه. طب احنا خلصنا من الاولانيين والوكاله ومش الوكاله والمش عارفه ايه. مش ممكن اعلام مسيطر، لجان مسيطر. ايه ده؟ ايه ده؟ الزمالك نادي كبير له جماهير عريقه. اسال اللعيبه هم اللي كانوا محترفين في اوروبا وارسنال، بيقول لك انا لو عايز العب في زمالك. افريقيا كلها زملكاويه، الدول العربيه كلها زملكاويه، ارحمونا وارحموا الزمالك. رئيس نادي الزمالك، جماهير الزمالك كلها ملتفه حواليه. اشمعنى هناك لما بيقولوا كلنا الاسطوره بتقولوا والله ده جمهور مخلص؟ واحنا كمان داعمين وورا رئيس نادي الزمالك، لان هو الوحيد اللي قادر ان هو ينقذ الزمالك في كل وقت وفي كل مشكله. مش عيب ان احنا نقول في ظهره ووراه. ارحموا الزمالك، ارحموا الزمالك شويه، وقفوا الناس دي. شوفوا مين اللي بيكتب الحاجات دي، شوفوا الراجل ده بينزل فيديوهاته ازاي، شوفوا مين الناس اللي وراه، شوفوا مين اللي عمل صفحات باسمه. حبايبي الزملكاويه، قضيتنا رفع الحجز. احنا ورا نادي الزمالك، ورا لاعبتنا، ورا مديرنا الفني، واحنا داعمين ورا مجلس اداره نادي الزمالك، وداعمين وبقوه ورا رئيس نادي الزمالك. ولا يمكن هنسمح انه الزمالك يقع تاني. حبايبي الزملكاويه، يا ريت نبقى ايد واحده، ويا ريت نبعد عن اي مشاكل ونركز في المشكله الاهم، ان دلوقتي الخطه الهجوم على رئيس نادي الزمالك علشان خاطر يمشي، وترجع تاني للجان، وترجع تاني للانتخابات، ونرجع تاني للمشاكل. احنا ايد واحده، احنا ورا الزمالك، وان شاء الله الزمالك هيفضل باقي بجماهيره وبعشاقه، وان شاء الله مفيش حاجه هتحصل للزمالك طول ما في جمهور عاشق. حبايبي الزملكاويه، يا رب دايما بخير، ويا رب دايما في احسن حال، وان شاء الله اللي جاي احسن بوجودنا ايد واحده. واحلى سلام على احلى زملكاويه.